مرحبا بكم معايا في شيوات رمزية. اليوم غنعمل معكم بريوش بالشوكولاتة اقتصادي بمكونات بسيطة، سهل في التحضير ديالو، كيجي خفيف. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير ديالو. عندي هنايا نصف كأس من سكر حبيبات، كنضيف عليه نصف كأس من الزيت النباتي، كنضيف 4 معالق صغيرة من الملح، وكنضيف كيس من السكر المنسم بالفاني، كنزيد عليهم معلقة كبيرة الا ربع من خميرة الخبز، وكأس من الحليب يكون دافي، كنضيف بيضة واحدة، والصفار كنحتفظ به حتى الاخر عاد ندهن به الوجه ديال البريوش. كنخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم، عاد كنبدا نضيف الدقيق عندي 5 الكيسان من الدقيق، كنضيف الدقيق بالتدريج، الدقيق الابيض كنضيف الدقيق وانا كنخلط كنجمع هذا الخليط هذا بالدقيق. 5 الكيسان من الدقيق الابيض حتى كنتحصل على العجينه كتكون خفيفه. هذا الكأس الخامس صافي، هذا هو القوام ديال العجينه كتكون خفيفه، كندلكها ضروري ما ندلكها شويه، كندلكها بهذه الطريقه هذه بحال الشفنج. هذا هو القوام ديالها، العجينه كتكون خفيفه. صافي غندهنها بشويه الزيت وغنغطيها ببلاستيك الغذائي وغنخليها تختمر. بعد ما خمرت العجينه كنخرج منها ديك الهواء اللي فيها وكنقطعها الى قطع متساويه بالحجم اللي حبيتو. انا الحجم ديالو متوسطين، كنقطع العجينه كامله الى قطع متساويه. صافي من بعد ما كنقطع العجينه كنكورهم الى كويرات، كنعمل في يدي قليل من الدقيق وكنبدا نكور بهذه الطريقه هذه. هذا هو الحجم اللي عملت، الحجم متوسط. كنستمر بهذه الطريقه هذه، كنكور هاد القطع كاملين اللي باقيين لي. عاد كنشكل البريوش، كنشكلهم على شكل طولي، كنطلق العجينه، كنرش قليل من الدقيق وكنطلق العجينه بهذه الطريقه هذه، كنضغط عليها غير بيدي وكنعمل قليل من الشوكولا للدهن. ما كنكثرش من هاد الشوكولا، كنعمل غير قليل وكنشدها بهذه الطريقه هذه. كنشد هاد الجزء هذا وكنضغط عليه مزيان، عاد كنرجع الجزء الاخر بهذه الطريقه هذه وكنشد على شكل باغيت. صافي كنضغط عليها مزيان، وهذا الجزء هذا هو اللي كنعملو من تحت، كنضغط عليها شويه وكنعملها في الصينيه اللي دهنتها بقليل من الزيت. كنضغط عليها، مكنخليهاش عاليه، كنضغط عليها. غنعمل معكم واحده اخرى. كنطلق العجينه، كنعمل لها قليل من الدقيق وكنطلقها، كنضغط عليها غير بيدي وكنعمل قليل من الشوكولا للدهن وكنشدها بهذه الطريقه هذه. الجزء هذا كنضغط عليه مزيان، عاد كنرجع عليه الجزء الاخر كنشدو مزيان باش الحشوه ما كتخرجش، باش الشوكولاته ما كيخرجش.
وهذا الجزء هذا اللي شديته هو اللي كنعملو نتاحت. صافي كنضغط عليها وكنعملها في الصينيه. من بعد ما كنكمل هاد الكويرات اللي عندي كاملين كنعمل البريوش يختمر، كنخليه يختمر، عاد كندهن الوجه ديالو بالصفاد البيض اللي خليته في الاول، كنعمل معاه معلقه د الحليب وقليل من السكر الفاني وكندهن الوجه البريوش. من بعد ما كندهن البريوش كاملين كنعمل الصينيه في الفران اللي سخنته من قبل على درجه عاليه حتى كيسخن الفران، عاد كنقص درجه الحراره على 180 درجه وكنعمل فيه الصينيه. البريوش من بعد ما طاب هذا هو الشكل ديالو، كنستنى عليه حتى كيبرد، من بعد كنزوقو بسكر كلاصي. البريوش كيجي خفيف واقتصادي وسهل في التحضير. غنقطع معكم واحده، كيجي خفيف من الداخل. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. خليتكم على خير والى فيديو اخر مع شيوه اخرى في شهيوات رمزيه.